في بداية التسعينات كان في راجل اسمه محمد منصور، اتولد في قرية منسية في قلب الصعيد. بس محدش كان يتخيل ان الولد اللي كان ساكت على طول هيبقى يوم من الايام سفاح مرعب. محمد كان شغال فلاح بسيط، لكنه كان بيخبي حاجة جواه، حقد، كره وعنف ما يتوصفش. في ليلة مشؤوبة جاله خناقة مع قريبه. في لحظة غضب مسك الفاس وهرس دماغه، وما اكتفاش بكده، هرب للجبل. ومن هنا بدأت الحكاية تتحول لكابوس. كل قرية يدخلها كان يسيب ورا جثة، رجالة ستات أطفال ما بيفرقش، وكان ليه علامة يسيب دايما بصمة دم بإيده على الحيطة، كأنه بيقول أنا هنا ومحدش يقدر يقرب. الناس سموه سفاح الصعيد، والشرطة كانت بتلف وراه سنين، بس دايما يسبقهم بخطوة. في إشاعات بتقول إنه كان بيتعامل مع الجن وإنه ما بيموتش، وكل ما يقربوا يقبضوا عليه يختفي كأن الأرض بلعته. وفي الآخر اتحاصر في الجبل بعد ما وشى به واحد من أهل البلد، وبعد تبادل نار طويل اتقتل، لكن جثته ما لقوهاش. من ساعتها ناس بيحلفوا انهم شافوه بالليل واقف وسط الزراعات بيبص بعين حمرا وبيقول انا لسه هنا.